يعني خلاص هتخلص كده؟ حصل ازاي ده؟ التلاجة عطلانة اصلا. صاحبي في الرحلة، احنا محبوسين في أفكارنا ولا احنا اللي حابسينها؟ دوستويفسكي بيجاوبنا على السؤال ده في روايته الأشهر الجريمة والعقاب سنة 1865، وتحديدا في حي فقير في مدينة سانت بطرسبرغ. بنقابل روديون راسكولنيكوف، طالب جامعي فاشل وفقير جدا، عايش في أوضة معفنة وشبه مقطوع من أهله. حالته صعبة لدرجة إنه وقع في ديون لمرابية عجوزة اسمها أليونا إيفانوفنا، والمرابين دول اللي هم بيسلفوا الناس بالربا. وما تاخذنيش يا صاحبي في الأسامي في الحلقة دي والنبي. في دماغه بدأت أفكار غريبة ومتطرفة تظهر. بيقول لنفسه ليه الأغنياء بيدوسوا على الضعفاء وبيقتلوا اللي هم عايزينه عادي؟ ليه نابليون قتل آلاف الناس واتعمل بطل؟ وأنا لو قتلت مرابية وحشة واحدة أبقى مجرم؟ الفكرة دي عملت له عقدة تفوق، إنه الإنسان الاستثنائي اللي مش بيتأيد بقوانين الناس العادية ولا حتى بأخلاقه. بيغرق جوه الفكرة دي وبيسجن نفسه فيها، وبيقرر يقتل المرابية العجوزة ويسرقها عشان يثبت لنفسه إنه من الطبقة الاستثنائية. بيعدي يوم عليها وبيدق الباب وهو مخبي الفاس ورا ظهره، وأول ما بتفتح الباب بيضربها بالبلطة في راسها. الدم بينفجر من دماغها وبتقع على الأرض غرقانة في دمها. بس اللي روديون ما عملش حسابه هو دخول ليزافيتا أخت الست العجوزة عليهم فجأة. بيتفاجئ بيها وبدون ما يفكر بيخبطها هي كمان ويقتلها، وبتقع على الأرض جنب أختها وعلى وشها رعب الدنيا كله قبل ما تلحق حتى تصوت. وبيدخل روديون في حالة هستيريا ورعب، ما كانش عامل حسابه على كده. أختها كانت طيبة وبريئة وملهاش ذنب. بيتوتر جدا وبياخد حاجات بسيطة وبيهرب والدم مخطوف من وشه. الناس بتكلمه وهو ماشي، بس ما كانش شايف ولا سامع حد. صوت واحد بس بيتردد في ودانه: أنا عملت كده عشان أثبت إني متفوق، إني غيرهم. ويرجع يرد على نفسه: أنا بقيت قاتل، ما استاهلش حتى أعيش. والعقاب بيبتدي من ساعتها. العقاب ما كانش إن البوليس يمسكه، العقاب كان جوه دماغه. بقى عايش في رعب وجلد ذات وهستيريا أي دقة باب بتخضه. بيحلم بكوابيس مرعبة عن الجريمة، مش عارف يثق في أي حد، حتى في صاحبه رازومي خين، أو في سونيا البنت الطيبة الغلبانة اللي وقع في حبها واللي كانت بتشتغل بائعة هوا عشان تصرف على أسرتها. ومشيها صاحبي طيبة وغلبانة عشان سياق الرواية. مش عارف ليه هنا الروائيين بيحبوا دايما يزنقونا في حتة الشمال الطيبة الجدعة. ما علينا، خلينا نكمل. تصرفاته الغريبة دي بتشكك فيه ضابط مباحث ذكي اسمه بورفيري. بدأ يلعب معاه لعبة القط والفار. كان شبه متأكد إن هو القاتل، وللأسف مش عارف يمسك دليل عليه. بس كان مبسوط جدا وهو شايفه بيتعذب نفسيا قبل ما يمسكه. وبيبتدي راسكولنيكوف ينهار سنة سنة ويتعامل ببرود مع أهله وصحابه، على طول منفصل عن الواقع وغرقان في أفكاره. وكل شوية يقرب يعترف ويرجع في كلامه تاني. والتحقيق مش بيكون بوليسي بس، الكاتب دوستويفسكي بيخليك تحس ان انت جوه دماغه، بتسمع الاصوات اللي بتشده من الناحيتين، الكبرياء والذنب، لحد ما بيعترف لسونيا اللي خطيئته ما بتبعدهاش عنه. بالعكس، دي بتتقبلها وبتقول له انه يومها ما قتلش الست العجوزة، هو قتل نفسه، واقنعته انه يروح يعترف ويعاقب نفسه عشان يرتاح. اهي طلعت طاهرة وجدعة فعلا. بتحكم انت برضو على الناس بدري قوي. وفي مشهد درامي راسكولنيكوف بيروح لساحة السين في وسط المدينة، وبيقف قدام الناس كلها وبيترمي على الأرض ويصرخ: أنا القاتل. بيتحكم عليه بالسجن في سيبيريا، وسونيا بتروح معاه هناك. أخيرا اقتنع. نظريته عن الإنسان الاستثنائي كانت غلط ومدمرة. كانت الفكرة اللي حبسها في عقله فحبسته. وفي المشهد الأخير بنشوفه هو وسونيا قاعدين على ضفة النهر، وأخيرا بيبكي لأول مرة وبيحس إن في أمل في حياته الجديدة. دوستويفسكي ما كانش شايف إن عقاب راسكولنيكوف الحقيقي في السجن كان في العذاب النفسي اللي شافه بعد الجريمة. طب تعالى بقى نبص للسؤال من زاوية تانية. هنركب المعدية مع تيدي ونروح شاتر آيلاند سنة 1954. 2 محققين فيدراليين، تيدي دانييلز وتشاك، راكبين معدية توصلهم لجزيرة اسمها شاتر آيلاند.
الجزيرة دي مش منتجع سياحي ولا معسكر، دي مستشفى أمراض عقلية للمجرمين، ومجرد ما بيوصلوا بتحس إن في حاجة غلط. الحراسة مش طبيعية، الضباب خانق الكل، والموظفين بيبصوا بنظرات مريبة كأنهم عارفين حاجة ومش عايزين حد تاني يعرفها. جايين يحققوا في اختفاء مريضة اسمها ريتشل سولاندو. الست دي اختفت من أوضة مقفولة عليها من جوه من غير أي أثر، كأنها اتبخرت. تيدي بياخد الموضوع بجد جدا، مش بس لأنه محقق شاطر، لكن لأنه شايل جواه وجع قديم. هنعرف قصته قدام شوية. ومن أول لحظة تيدي بيحس إن المستشفى فيها سر كبير. الممرضين بيردوا بجمل محفوظة، والدكاترة بيهربوا من الأسئلة، والملاحة حوالين الجزيرة مش بتسمح بالخروج. وفي وسط التحقيق بيبتدي تيدي يشوف هلاوس، بيشوف مراته اللي ماتت بتتكلم معاه من وسط الضباب، بيشوف بقى ريتشل سولاندو بتهمس له بكلام غامض أو كلام غريب، بيشوف حرايق ودمار وأحداث غريبة بتحصل. هو مقتنع إن المكان ده مش مستشفى عادي، ده معمل سري تابع للحكومة، بيجربوا فيه بقى عمليات غسيل الدماغ والتحكم في العقول والحاجات اللي شبه كده. وبيقرر هو وتشاك يفتحوا كل الأبواب الممنوعة في مبنى اسمه بلوك سي. ده أخطر مبنى في الجزيرة، فيه المجرمين المجانين اللي محدش بيقرب منهم. تيدي بيقتحم المكان وبيدخل في مواجهة مع واحد اسمه جورج نويس، واحد من نزلاء البلوك ده، واللي بيقول له كلام بيقلب دماغه. انت مش محقق يا تيدي، انت جزء من اللعبة، هما بيضحكوا عليك. من هنا الشك بيتحول لجنون. الجزيرة كلها بقت كأنها فخ معمول مخصوص ليه. وتيدي بيقرر يروح لوحده للمنارة، المكان اللي كان مقتنع ان فيه التجارب السرية كلها. بيعدي من الحراسة وبيوصل لأعلى حتة في المنارة، وهناك بيقابله الدكتور كولي مدير المستشفى، وبتتقلب القصة كلها. الدكتور بيقوله الحقيقة، انت مش محقق، انت مريض. بنعرف ان تيدي دانييلز اسمه الحقيقي أندرو ليديس، وهو واحد من المرضى هنا من 2 سنين. والجزيرة دي مش فخ ولا مؤامرة، دي محاولة علاج أخيرة قبل ما يعملوا له عملية استئصال فص دماغي. القصة الحقيقية إن أندرو كان ضابط ومراته كانت مريضة نفسيا، وفي يوم من الأيام غرقت أولادهم ال3 في البحيرة، وفضلت قاعدة مستنياه. لما رجع البيت وشاف المنظر قتلها في مشهد عبقري جسده لنا ليوناردو دي كابريو. الحدث ده كسر دماغه، رفض يصدق اللي حصل، واخترع شخصية تيدي دانييلز عشان يهرب بيها من الحقيقة، وفضل عايش جوه الدور ده. والمستشفى كلها كانت ماشية معاه في تمثيلية كبيرة عشان يشوف بنفسه الحقيقة ويواجهها. وفي لحظة درامية تيدي بيسترجع كل حاجة، بينهار ويبكي ويواجه الحقيقة المرة. هو مش البطل، هو المجرم والمريض في نفس الوقت. بعد ما بيفوق الدكاترة بيدوله فرصة، لو اعترف بالحقيقة وتحسن ممكن يكمل حياته من غير العملية. لكن تاني يوم تشاك بيروح له، وتيدي بيرجع يتكلم معاه بنفس طريقة المحقق تاني، كأنه نسي كل حاجة. الكل بيبص لبعضه، والدكتور بيشاور براسه للممرضين، العملية هتتعمل. بس قبل ما يمشوا تيدي بيقول جملة بتسحل الناس كلها، هو اللي أحسن إنك تعيش كوحش ولا تموت كإنسان صالح. والجملة دي بتفتح باب التأويل تاني، هل فعلا نسي ولا قرر يهرب من الحقيقة والمرة دي بمزاجه؟ هنا تيدي كان محبوس جوه أفكاره عشان يهرب من الحقيقة مرتين، مرة عقله بيغصبه ومرة هو اللي اختار. طب ما انت ما جاوبتش على السؤال برضو يا عم لاشين. بص، هو السؤال ما تجاوبش بشكل مباشر، بس من وجهة نظري أنا إجابة السؤال هتبقى على حسب انت واقف منين أو باصص منين. لو انت واقف في زاوية أفكارك هتشوف إن هي اللي حبساك، ولو انت واقف في زاوية عقلك هتشوف إن هو اللي حابس الأفكار دي. بس لو انت واقف في النص هتلاقي نفسك بني آدم طبيعي جدا عنده شوية أفكار، لو استخدم واحدة منها صح ممكن جدا تنقله في حتة تانية. اكتب لنا في الكومنتس انت شايفها من انهي زاوية. في النهاية يا صاحبي في الرحلة، لو عجبتك رحلة النهاردة ابعتها لحد يستاهل يشوفها، وانصحك تشوف الرحلة اللي فاتت عشان كانت حلوة قوي. أنا لاشين ودي لاشين توكس. سلام.